السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولنا عودة. في الحقيقة أنا بعمل الفيديو ده بعد ما جالي إيميل شديد اللهجة من اليوتيوب. بيقول لي فيه أنت بقالك كتير ما عملتش فيديوهات، وقررنا نوقع عليك العقوبة إن إحنا نحرمك من ال3 4 دولار اللي بنبعتهم لك كل شهر، علشان بقالي شهور مش بعمل فيديوهات. فقلت والله هو تقريبا انا كنت مستني حاجة زي كده تحصل، يعني علشان ارجع اتواصل معاكم و- وارجع تاني انزل فيديوهات. فهم يعني الميل ده زي ما تقول كده ايه، يعني صحاني يعني، وقال لي ايه انه انا لازم انزل فيديوهات يعني. طبعا انا بعتذر جدا، انا عارف انه في خلال الشهور اللي فاتت انا ما كنتش متواجد معاكم على التشانل، وما كنتش بعمل فيديوهات. طبعا اعتقد اي صانع محتوى يعني او اي حد بيقدم محتوى على اليوتيوب، آه، اليوتيوب بالنسبة له ما بيكونش مصدر الدخل الرئيسي، او ما بيكونش اكتر من هواية في اوقات فراغه. آه، بيبقى معرض ان هو بينشغل، وبيبقى معرض ان هو يكون عنده حاجات بتاخده. آه، وفي الحقيقة هي كانت، يعني انا ما خدتش بالي قد ايه هي لونج بريك يعني، او استراحة طويلة من اليوتيوب، الا لما فعلا بصيت وشفت يعني تاريخ اخر فيديو نزلته على القناة. ف يعني مش عارف في الحقيقة انا هرجع ازاي، ومش عارف انا هتكلم في ايه. انتوا زي ما انتوا عارفين طبعا الشانل فيها مواضيع مختلفة. وزي ما انتم شايفين حتى الفيديو يعني ما فيهوش اي اعدادات، انا بس فتحت الموبايل و... وقررت ان انا يعني اكلمكم. فقولوا لي بقى في التعليقات للناس اللي لسه مشتركة في القناة جديد، او للناس اللي بتتابع القناة من فترة، او يعني ايا مكان، ايه المواضيع اللي حابين ان احنا نتكلم فيها الفترة اللي جاية، على حسب طبعا مشاهداتكم للقناة وللمواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، من اول بقى الابراج للشخصيات، خلونا نتكلم في الشغل، ل... للعلاقات، لكل المواضيع اللي كانت موجودة، للترافل فلوجز اللي طبعا برضو بقالي كتير ما بتكلمش فيها. فقولوا لي ايه الفيديوهات اللي حابين، او ايه المواضيع اللي حابين ان انا اتكلم عليها الفترة اللي جاية، ويعني وشجعوني وحمسوني كده ان انا ارجع تاني اعمل فيديوهات، وارجع تاني اتواصل معاكم. ف يعني ده بس حبيت، ده كل اللي انا حبيت اقوله النهارده، واتمنى اشوفكم كلكم بخير، للناس اللي بتتابع القناة، وكالعادة سلام عليكم.